أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم بعد طول غياب. نحييكم في حلقة البودكاست. الحلقة هذا اليوم عن الشجرة المعجزة كما سماها الكثير من الباحثين، وهي شجرة المورينغا. هذه الشجرة التي لها فوائد عظيمة، فيها من الفيتامينات الكثيرة والمعادن وأيضا مضادات الأكسدة. هذه الحلقة يكون معي ضيف كريم، وهو اللواء الدكتور عبد العزيز العبيدة، مدير عام المساحة العسكرية سابقا، والمشرف على إصدار أيضا أطلس المملكة في الجزء الأول والجزء الثاني. الله يحييك يا دكتور عبد العزيز. حياك الله. الله يحييك يا مرحبا. فرصة سعيدة. الله يحييكم دكتور عبد العزيز، حقيقة قبل أن ندخل في شجرة المورينغا، أنت من أبناء منطقة حائل الذي خرج باكرا بعصامية الحقيقة متفردة، ولك محطات كثيرة الحقيقة في حياتك. نريد أيضا أن نتحدث عن محطاتك في العمل، ثم ننتقل إلى شجرة المورينغا. أول شيء حياكم الله، وأشكركم على إتاحة الفرصة هذه لإلقاء الضوء على شجرة من الأشجار المفيدة جدا، سواء في منافعها أو حتى تعتبر من الأشجار اللي تساعد على الأمن الغذائي على مستوى العالم. الحقيقة بالنسبة لي أنا طبعا طلعت من حائل بعد المرحلة المتوسطة، التحقت بالثانوية العسكرية وتخرجت من الكلية الحربية عام 74 ل 93 تقريبا، عينت أول شيء في الأردن مع القوات السعودية، كان في قوات سعودية في الأردن. ثم انتقلت إلى الرياض إلى إدارة المساحة العسكرية. بعدها بدأت مرحلة الابتعاث والتعليم اللي هي المساحة. بدأت بدورة المساحة الطويلة ببريطانيا ما شاء الله، وبعدين بعد ما رجعت درست بسويسرا وألمانيا برضو المساحة. ثم التحقت بالولايات المتحدة الأمريكية بجامعة ولاية أوهايو، وأخذت الماجستير والدكتوراه من الجامعتين. هذا على المستوى تقريبا المهني. ثم على المستوى العسكري طبعا أنا تأسست دورة تأسيسية في سلاح المهندسين بالأردن. ثم بسلاح المهندسين الأمريكي في ولاية فيرجينيا، سواء بالهندسة الميدان أو الحرب الكيماوية وأيضا المساحة. بعد ذلك حصلت على دورة الأركان في ماليزيا اللي هي تعتبر ماجستير علوم عسكرية ما شاء الله. وأيضا حصلت على دورة الدفاع الوطني، وهذه دورة متقدمة، يعني أعلى دورة ممكن يأخذها الضابط، وهي تقريبا تؤهل الضابط، أو بالنسبة للباكستانيين هي تؤهل ضباطهم اللي تعدى عميد لأن يكون دبلوماسي أو يكون حاكم لولاية. فهم يحولون العسكري إلى أن يفهم كيف يعني ممكن بعضهم يصيروا سفراء، بعضهم. هذه تقريبا بالإضافة إلى دورات بسيطة عسكرية يعني. نعم جميل، ما شاء الله. السي في ثري جدا. ننتقل إلى هذه الشجرة المعجزة المورينغا. بعد تقاعدك طبعا اتجهت الحقيقة إلى شجرة المورينغا والمزرعة وكذا. ما الذي جذبك بالذات لشجرة المورينغا؟ نعم، والله أنا تقريبا في مرحلة متقدمة من يعني قرب نهاية خدمتي، كان عندي هاجس إني أنا أبغى أسوي مزرعة بالأشجار القرآنية اللي هي التين والرمان والعنب والرمان والعنب والزيتون.
وبدأت بدأت أول شيء شريت الأرض يوم كانت رخيصة، وبعدين سوى ما في حائل طبعا. في حائل طبعا. نعم. وأنا من أول وأنا نعم. أخطط إني نهاية مرحلتي حتكون في حائل إن شاء الله، مسقط الرأس والحمد لله. طبعا. فبدأت المزرعة بزراعة السور بالزيتون، كل 5 متر زيتون، وبعدين جبت فكرة اللي هو الرمان والتين، سويت عقم وحطيت أشياء عشان. لكن تعرفت على شجرة المورينجا من خلال برنامج بالتلفزيون السعودي قبل تقريبا 10 سنوات أو حاجة زي كذا، قبل لا أبدأ المزرعة، لا بعد ما بديت المزرعة بالأحرى. وزرعتها ببيتي بالرياض، بحثت عنها وزرعتها، لكني ما استخدمتها. فقط أحب الزراعة. بعدين بالصدفة كنت أشوف برنامج بصباح السعودية يتكلم عن فوائد المورينجا، وهو الدكتور سعد الأحمري الله يذكره بالخير، هو اللي كان يتكلم وكان مقنع جميل. وهذه جت مصادفة أيضا، كنت أنا متقاعد وزي ما قلت لك بديت المزرعة، وكان بعد التقاعد كنت كل سنة أروح لواحد من المنتجعات على أساس أني أسوي فحوصات وأسوي أشياء زي كذا. فالسنة هذيك كنت حاجز بالتشيك في مصح رحلة علاجية للتشيك. قبلها بحوالي شهر أو شهرين كذا شفت البرنامج هذا. جميل. وقررت أني أجرب. فأنا الحقيقة في ذاك الوقت كان عندي كوليسترول، كان عندي ارتفاع في ضغط الدم، وكان عندي تضخم بالبروستات. كل الثلاث. فقررت، وأنا أعتقد ما أنصح أحد أنه يسوي اللي أنا سويته. مغامرة هي مغامرة. نعم كانت مغامرة، ما أنصح فيها. أنا وقفت الأدوية قبل شهر من روحتي للمنتجع هذا والمصحة. وقفت كل الأدوية، وكنت آخذ الحقيقة دوسج عالية اللي كنت آخذ من الحبوب هذه. مثلا مثلا زي الضغط كنت آخذ له، هو يؤخذ 40 80 160، أنا أخذت 160 مثلا. زي الكوليسترول كان يأخذ 20 40، كنت أخذ 40. بالإضافة إلى تضخم البروستات. فقررت إني أبغى أوقف كل الأشياء هذه للاتجاه للمورينجا، وأبغى أستخدم المورينجا زي ما نصح الدكتور سعد ببرنامج. جميل. وفعلا استخدمتها لمدة شهر. رحت للمنتجع هذا، أول ما توصل طبعا يركبوا لك جهاز عشان متابعة الضغط 24 ساعة. جميل. يأخذون تحاليل كل السوائل اللي بالجسم. جميل. فلما طلعت النتائج وجدت إنه الكوليسترول راح، تضخم البروستات راح، ارتفاع ضغط الدم كان على الحفة، وأنا طبعا وزني كان عندي سمنة ولا زالت. فالحقيقة صعقت إنه كالأشياء هذه والحبوب. فقررت وأنا في التشيك إني أزرع المورينجا. أنا تعرفت عليها زي ما قلت لك، لأنك لمست الفائدة وعرفت وين تنباع وهذا. وأنا في التشيك اشتريت 6000 شتلة وأرسلتها للمزرعة على أساس تزرع بالمزرعة هذه. الزيتون أحطه ب4 أشجار، وش حطيت عشان أستغل شبكة الري اللي عندي. جميل. وفعلا زرعتها. بعدين بديت أقرأ عنها زيادة. أنا كنت هناك في المكان هذا كان عندي وقت إني أقرأ، ورجعت وبديت أقرأ عنها بزيادة. وجدت إنه الشجرة هذه الحقيقة من الأشجار المباركة اللي ذكرت في القرآن. أنا على ذكرت في القرآن في آية في سورة المؤمنون. نعم. آية 20. نعم. هذه الحقيقة أنا أحب أن أسألك، لأن هي فعلا هي شجرة المورينجا، وشجرة تخرج من طور سيناء. نعم. تنبت بالدهن وصبغا أو صبغا للآكل. نعم. هل المقصود فيها شجرة؟ أنا أعتقد وكل ما لي أزداد قناعة أنه هي الشجرة. ليش؟ نعم. طبعا أول شيء أنا قرأت كل التفاسير تقول إنها شجرة الزيتون.
نعم. والزيتون ذكر في القرآن في 4 مواقع صريح، نعم. وربط بالزيت وربط بالاحتراق. نعم. لكن الآية هذه برضو، الآية هذه أنا مريت فيها بمرحلتين. نعم. المرحلة الأولى كنت أعتقد أنها وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكل، تنبت بالدهن وصبغا للآكل. تمام. أنا كنت أعتقد أنها يعني تطلع دهن، لأن الشجرة تطلع زيت. أيوة. قبل هذه في الدكتور سعود البلوي من تبوك، ورجل نشيط من أوائل الناس اللي تعرفوا على شجرة المورينجا، وتخصص فيها تخصص عالي جدا يعني، وله باع طويلة فيها. راح لطور سيناء بنفسه. أيوة. بنفسه راح. سيناء هي المقصودة، هي طور سيناء المقصودة في مصر. نعم. راح لطور سيناء ما وجد زيتون. أي نعم. ولا وجد شجرة الزيتون. أيوة. وجد شجرة البان أو المورينجا. البان هي المورينجا. وجدها، يعني هي طبعا بنتكلم عنها، هي 13 فصيلة، ما هي واحدة. نعم. فوجد الأساس، الفصيلة الأساسية هي اللي موجودة. يمكن، وأنا ما أبغى يعني، أنا ماني متأكد، بس الآن بدت عندي يعني، يمكن حتى المصريين ما كانوا يدرون. المصريين بعدين أبو الفتوح، لأن المصريين بعد 12 سنة بدوا يعني، قبل 12 سنة تعرفوا، هو من قبل رايح. فكانت الشجرة منتشرة في طور سيناء حتى. طبعا بعدين عرفوا المصريين انه هي موجودة عندهم، وعرفوا انه الزيت حقها موجود في الأهرامات. طبعا زيت اي شيء هي مرحلة متقدمة من استخدامه. يعني انت اول شيء تاكله مثلا، تطبخه ما ادري ايش، لكن تطلع منه زيت، هذه مرحله متقدمه جدا، تحتاج الى تقنيه. تحتاج الى تقنيه، تحتاج الى الات، فالمصريين وجدوه، او الفتوح الله يرحمه يقول وجدوه بالاهرامات. وايضا معروف انه عندنا بالمملكه تطلع الشجره هذه. الشجره هذه لها النوعين الرئيسية اللي على طرفي، يعني الطرفين لها. أما أبرية، الأبرية يعني ورقها زي الأبر، يعني زي الأثل. أو طويل. ورقية، أو يصير فيها ورق. الأبرية هي الأساس، هي اللي موجودة في سيناء، هي اللي موجودة في طور سيناء. لا، وجدناها بالمملكة بكثرة، وجدناها بحصاد كحطان. الآن أرجع للآية. الآية ما هي تنبت، هي تنبت. تنبت معناها تنزرع، تطلع. تنبت بالدهن. الدهن ليست الدهن اللي احنا نعرفه، الدهن هي جمع دهناء. نعم. فهي تطلع بالصحاري الآن، وهذه وجدناها. أنا شفتها بحصاتك حطان، وشفتها بأماكن كثيرة، بوادي الدواسر، بأماكن تطلع بشكل طبيعي. جيدة وفضلة تطلع بشكل طبيعي، ما هي مزروعة. بعدين الإنسان يعني استزرعها وهذا. طيب، من خلال بحوثك ودراساتك دكتور عبد العزيز، أنت تعرفت على أن المورينجا الآن فيها عديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. صحيح. نريد الحقيقة أيضا أن تعرفنا على أنواع الفيتامينات، والمورينجا أيضا أنواع متعددة. وش الموجود عندنا في المملكة واللي أنت تعاملت معه؟ شوف، زي ما قلت أنا، الأساس هي شجرة البان اللي هي الأبرية. أي نعم. الأبرية هي الأساس. الأبرية تتميز أنه فيها إزهار كثير. أي نعم. لما يكون فيها إزهار كثير معناه أنه حتطلع اللي هو القرون حقتها، لأنه يطلع لها زهر وبعدين يطلع القرن زي الفاصوليا بس طويل. نعم. وأيضا اللي فيها إزهار كثير جيدة جدا للناس اللي يربون نحل، العسالين، النحالين. جيدة لأنه إزهارها كثير. الورقية هذه تعتبر طفرة جينية، زي ما قالت واحدة من الباحثات المصريات، تعتبر أنه الورقية هي طفرة جينية من الأبرية. فالأساس هي الأبرية اللي موجودة في طور سيناء. وطلعت منها الطفرات اللي هي متعددة، إنما في الأخيرة الورقية. طبعا الآن الأبحاث كلها على الورق. الأبحاث كلها على الورق. كل ما نشوفه من خصائص هذا موجود بالورق. الناس تتكلم عن الورق. طبعا العسل دائما يتبع المرعى.
نعم. وأيضا الزيت يتبع البذرة لأنه يؤخذ من البذرة. صحيح. فالزيت فيه عصارة خلاصة الفوائد. يعني معنى كذا لو بدينا الآن نشوف مثلا مشتقات المورينجا هي الورق أولا، نعم. ومسحوق الورق كما هو معروف، ومن ثم أيضا الحبوب والبذور اللي تكون موجودة، وبنفس الوقت أيضا العسل اللي هو، نعم. يأتي من الزهور، ومن ثم أيضا الزيت. نعم. أيهما أنفع لجسم الإنسان؟ والله أنا يعني طبعا أنا ماني طبيب أول شيء، أنا أعتقد أنه من التجربة، نعم. أنا ارتحت كثير للزيت لأنه خلاصة، لأنه أنا أعتقد هو خلاصة البذرة. جميل. يجي بعد الزيت الأجزاء الثانية. يعني حنا مثلا الآن طبعا قصتنا مع المورينجا تطورت، يعني صحيح. بديت استخرج منها من كل أنواعها، كان عندنا منتجات معينة وبعدين زادت المنتجات. عندك الورق ممكن يستخدم كورق وممكن يستخدم كبودرة، ورق أخضر أو بودرة، ورق أخضر أو ورق يابس حتى للشاي، في ناس يستخدمونه. الورق طبعا كيف يستخدم؟ معلش يعني خلنا الآن عندنا مسحوق ورق، يعني ناشف ومسحوق، كيف تستخدمه غير الشاي؟ بالنسبة طبعا الورق ممكن تحطه مع السلطة، مع السلطة، نعم. أخضر ممكن ينطبخ، ممكن يعني يجفف بعيد عن الشمس بطريقة. احنا الشيء اللي نسويه احنا ناخذه على شكل باقات، نقطفه بعدين نغسله بالماء والملح، والماء مرة ثانية عشان نشيل الملح عشان ننظفه إذا في أي بكتيريا أو حاجة زي كذا أو غبار منها. بعد كذا يجفف بعيد عن الشمس، بعيد عن الشمس. نعم. وبعدين يؤخذ الورق فقط ولا كل الورق، يعني أنت وهذا وين تعرفه من لونها. لما تيجي معطية على صفار شوي، هذا داخلها شوائب، تبعدها، يعني ما بالضرورة تبعدها لكن داخلها شوائب. نعم. لكن إذا كانت خضراء وخضارها ناصع، هذه يعني هذه معناه أنه أخذ الورق فقط. الورق يعني حنا نطلع 12 كيلو مورينجا بعيدانها وبكل شيء، نطلع منها كيلو بودرة. يا سلام. بينما تقدر تطلع 11 كيلو لو بغيت يعني. نعم. بعد ما تاخذ الورق، هذا الورق هذا يعني بودرة الورق هذه تعتبر مركزة، يعني مركزة جدا. جميل. استخداماتها تاخذها مثل البهارات، ممكن يعني من أفضل الاستخدامات اللي أنا يعني شفتها اللي هي أنك مثلا تخلطها مع زبادي. موجود عندك؟ موجود عندي هنا. مثلا تخلطها مع زبادي وتحط معها عسل عشان طعمها، يعني علشان هو بس للطعم، ولا هي طعمها نيوترال، يعني ما هو ما فيها طعم، ما فيها مرار. لا ما فيها مرار ابدا. يعني مثلا هذه البودره، يعني هذه اشوف انا بفتح لك واحده جديده الحين. ما شاء الله. شو هذا من انتاجكم طبعا. شوف كيف لونها، ما شاء الله. شوف الكاميرا هنا. نعم. شوف لونها. يعني هذه مثلا انت تاخذ منها مثلا مقدار الملعقه، يعني زي الملعقه زي هكذا. ايوه. هذا يعني شوف وتحركها. جميل. وتضع فيه عليها عسل لمن يرغب. وتضع فيها، انا ارغبها بالعسل. ممكن يحط عليها الواحد اي حاجه يرغبها. جميل. او ما او بدون يعني. فهذه البودره نفس الشيء اللي هي القرون لها، بس القرون تجي على صفار شوي لانه نفس القرون ما هي مثل الورق. الورق هذه القرون احنا ناخذها قبل لا تجف. يعني من اللي هو الطويل هذا، الطويل. يفتح زي يسمونه درامستيك. هذه ناخذها قبل. وهذه اعتقد ما احد انتجها الا احنا. هذه الفكرة هذه 100% من عندنا طلعت من المتجر عندنا. من المتجر. أنا ما شفتها أبدا. ما شاء الله. لكن يعني حنا الدافع هذه ليش سويناها؟ القرون توكل وتباع، يعني تباع ببعض المحلات يمكن الكيلو ب20-30 ريال بعض الأحيان. نعم. وغالية جدا. لكن هنا عندنا ما لها سوق. يعني الناس ما إلى الآن فقط الناس اللي يعرفونها بالذات الجالية. لا يزال دكتور عبد العزيز مدامك ذكرت هذا يسوقني للسؤال. لا يزال بالمجتمع شجرة المورينجا بين مؤيد ومعارض. نعم. يعني كثير من الأشياء نسمع أنه والله شجرة المورينجا لها أضرار سلبية على الجسم، وفي ناس يقول لك لها أضرار على المزرعة نفسها. نعم.
فماذا تقول لمثل هذا؟ والله شوف، أنا من تجربتي ومن قراءاتي، إيه؟ أول حاجة يعني أنا أشوف في ناس كثيرين يتكلمون يفتون، إيه؟ ولما أرجع لخلفيتهم ما أعتقد أنه مؤهل للفتوى. يا سلام، جميل. أنا لما أتكلم أنا من واقع تجربة شخصية. إيه، وخبرة طبعا. وبعدين تجربتي أنا صارت مع الناس. نعم. يعني أنا يتصلون بي ليل نهار. نعم. جزاك الله خير، وأنا اللي يقول لي والله أبوي صار فيه، واللي يقول لي والله والدتي صار فيها، واللي يقول أنا نفسي تركت كذا وتركت كذا. هذه 24 ساعة أنا على اتصال مع الناس، وعلى اتصال، وتلفوني الحمد لله موجود. نعم. ويسألوني، وناس يعني أحيانا والله واحد اتصل بالساعة 11 بالليل. نعم. قال لي أنا عجزت أصبر للصبح. قلت وش عندك؟ قال ببشرك بحاجة بس. عنده تضخم بالبروستات، يقول لي كان عندي البروستات 53. أي. والآن بعد ما استخدمتها وما أدري وش نزل إلى 32 أو 37 حاجة زي كذا. وبس حبيت أبشرك، ترى ما قلت لأحد. ما شاء الله. فأنا تجيني بس أقول يعني تجيني مكالمات زي كذا في أشياء أقسم بالله الواحد يعني يحاول ما يقولها لأنه مثل كذب. لا، لك مقولة دائما دكتور عبد العزيز، أنا سويت معك برضو نعم. قبل كذا، قلت لك مقولة تقول بأن المورينجا ليست علاج. نعم. هي مكمل غذائي. نعم. إن قد لابد يكون مثلا الإنسان عارف نعم. طبيا يعني جسمه تحاليل وكذا، لكن هي مكمل غذائي. صحيح. لكن تنفع مع ناس كثير. نعم. يكون جسمه مهيئ لمثل نعم. هذا المكمل الغذائي. نعم. نعم. كيف ترى؟ والله شوف، هي زي ما تفضلت، هي مكمل غذائي وليست علاج، وهذه مشكلتنا مع كثير. احنا سوينا ورشة عمل. نعم. بحايل تتذكرها. نعم. والحمد لله لاقت صدى كبير جدا، لأنه جمعنا كل الناس اللي بالمملكة اللي اتجهوا للمورينجا. وبدينا يعني نبث قناعات يا جماعة، لا تغرون الناس انكم تقولون هذه تعالج 300 مرض او تعالج. المورينجا لا تعالج. جميل. المورينجا مكمل غذائي. ان صدف ان المشكلة اللي عندك سببها نقص في العناصر، سواء الفيتامينات او المعادن او الاكسده، الامينو اسيدز او حاجه زي كذا، اذا كان السبب هذا النقص، يعني ارتفاع ضغط الدم عندك سببه واحده من هذه الاشياء، وتجي المورينجا وتعوضه. بعدين المورينجا اختلافها يعني برضو الناس ماخذين عنها فكره خطا. المورينجا يتعاملوا معها كعشبه. المورينجا ليست عشبه. ايوه، المورينجا شجره. نعم. لكن في منتجاتها فيها خاصيه الخضار. اي نعم. يعني هي مثل الجرجير، حتى هيئه الغذاء والدواء تصنفها من الخضار، ما تصنفها. يعني في ناس مثل الخس والجرجير. يعني نعم. انا كنت يعني عضو في جمعيه اليسر والنباتات الصحراويه من زمان في الرياض. نعم. وفي يعني كثيرين من المنتجين عندهم مشاكل مع هيئه الغذاء والدواء، بالغصب يبونها علاج. هيئة الغذاء والدواء تعمل بطريقة علمية، وفيها علماء، وفيها في الدولة تراقبها، وفيها يعني أشياء معينة. هيئة الغذاء والدواء تعتبرها من الخضار. صحيح. هي من الخضار وليست الدواء. فأنت لما تجي تقول للواحد إن تعالج ضغط الدم، يروح في ناس يعني أنا سويتها، أنا تهورت يعني. أنا ما أقول إنه الناس، وأنا يعني متعلم وأعرفه، فما بالك بإنسان بسيط يعني يروح يشيل الدواء ومدري إيش، ويبدأ يأخذ المورينجا، وبالأخير فلازم يأخذها الإنسان. أول شيء هي ما تضر إن شاء الله. أنا واثق إن شاء الله. لكن برضو الإسراف في كل شيء ترى ما هو زين. يعني أحيانا لو تسرف بلمة، ولا تسرف مثلا بالزبادي أو الوسيلة اللي تحط معها المورينجا، يمكن يجي الضرر منها. هذه ناحية. الناحية الثانية هي تعمل بالجسم على أساس إنه يسمونها الأدابتيجين. وش تسوي؟ هي عملية توازن. أيوة. فيها خاصية التوازن. نعم. يعني مثلا وش أقصد بخاصية التوازن؟ وأنا ما أتكلم من عندي، هذا دكتور هاورد فيشر، بعدين حتكلم عن كتابه. نعم. دكتور هاورد فيشر من كبار الأطباء اللي يتعاملون في محاربة الشيخوخة والأشياء. كندي. بتكلم عنه. هاورد فيشر وش يقول؟ يقول هي نورمالايزر، هي يعني عملية توازن. هي تشتغل على مبدأ الأدابتيجين. إنه مثلا لنفرض إنه شخص ألف شخص باء، واحد عنده مثلا ارتفاع بضغط الدم، والثاني عنده انخفاض بضغط الدم.
إذا هذا أخذها، والسبب نقص العناصر نعم. وليس سبب ثاني. نعم. إذا هذا أخذها ترفع ضغط الدم عنده، إذا هذا أخذها تنزل له ضغط. توازن، تسوي توازن. وبعدين هي ميزتها انه الاشياء اللي ما يحتاجها جسمك، يعني مثلا من الثوابت الان، ما عاد احنا نتكلم انه مدري، من الثوابت انه فيها بالنسبه للفيتامين سي في 7 أضعاف الموجود بالحمضيات. ما شاء الله. فيها مثلا بالنسبه مثلا البوتاسيوم، العناصر الاساسيه اللي يحتاجها الجسم كل يوم، فيها 3 أضعاف الموجود في الموز، وبدون السكر اللي بالموز. الموز مشكلته البوتاسيوم. نعم. مثلا لكن خليني اسالك دكتور عبد العزيز، هل المورينجا، احنا ما تحدثنا عن الجانب، هل المورينجا ايضا لها دور في تخفيض مستويات السكر في الدم؟ لانه ايضا اكثر الناس الان عندهم السكر، يمكن يسالون هذا السؤال في اذهانهم، يعني هل لها وقايه من مرض السكر او التحكم فيه على الاقل؟ انا تجربه، انا ما ابغى اتكلم عنه. طبعا الدم، شوف الدم في عمليه توازن بين القلويه والحمضيه. نعم صحيح. لازم التوازن هذا يبقى دائما ثابت. جميل. وفي رقم. جميل. على اساس انه تبقى القلويه مثلا برقم معين والحمضيه برقم معين. حنا اغلب الاكل اللي ناكله للاسف الشديد يتحول الى سكر، وهذا يرفع اللي هو الأسيد في الدم، الحمضية، يرفع الحمضية. علشان الجسم بكل أعضاء سواء الكلى أو الكبد أو شيء، عشان تحافظ على هالقلوية تقوم تضخ عناصر أو حاجات معينة، يعني تحافظ على ترجع القلوية، ولا لو ترتفع الحمضية ممكن يموت الإنسان. تمام. فهذه تكلف. المورينجا تعطي هالطاقة على أساس تحافظ على القلوية في رأيي أنا. نعم. في من تجربتي. يعني بالنسبة سواء ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم أو مثلا تأثير على السكر الدم، أنا أعرف ناس أعرفهم تركوا الأنسولين ما شاء الله، ولا يأخذوا ولا شيء، ولا يأخذوا حتى حبوب ما شاء الله. وناس، يعني أنا أعرف واحد بمرتبة وزير يفحص كل 6 شهور. نعم. كان ياخذ، ماني متأكد عن الأنسولين، بس أنا متأكد إنه كان عنده أشياء. الآن هو يمكن أكبر زبون عندنا. ما شاء الله. ياخذ ويهدي للناس. وأكثر ما ياخذون الناس يبدو لي مسحوق الورق، ولا لا؟ والله شوف، مسحوق الورق هذا ضروري. الآن في منتجات ثانية نتكلم عنها بعدين. يعني هذه على حسب إمكانيات الشخص، يعني لأنه في حاجات غالية جدا يعني. ما الآن المورينجا تقول على أنها فيها مضادات للأكسدة. نعم. وش تقصد فيها مضادات للأكسدة؟ والله أنا ما أبغى أبحر بالموضوع هذا، أدخل في ناحية طبية يعني، لكن يعني الأكسدة معروفة، يعني أعتقد أنه يعني تؤدي إلى الشيخوخة أو شيء زي كذا. فهي لما ترفع المناعة، ممكن يصير، يعني أنت تشوف البشر يختلفون. في ناس مثلا يهرم بسرعة وممكن برضو تجيه أمراض أو حاجة زي كذا، وفي ناس ما شاء الله يحتفظ بشبابه زيك ما شاء الله. الله يعافيه، تسلم. أنت كذلك ما شاء الله. هي المعنويات يبدو لي. المعنويات جانب مهم. يعني احنا نعرف يعني الأمراض 80% من أسبابها نفسية، يعني في ناس يعتقد إنه مريض وما هو مريض. لكن نرجع مرة ثانية للمورينجا. المورينجا لأنه الجسم يشتغل. وش طاقة الجسم؟ طاقة الجسم الفيتامينات، الأحماض الأمينية، المعادن، الأشياء هي اللي تمد الأنظمة اللي احنا مشكلتنا. وش في جزئية دكتور، أنت قلت إنه في بعض الناس يستسلم مثلا للكبر، ويعتبر إنه والله كبر، وأنه يعني خلاص ما يحتاج إنه يعني يعمل كل شيء. نعم. بينما بالعكس يعني يبقى العمر رقم. كيف ترى أهمية، يعني وأنت الحقيقة الآن خبراتك في مثل هذه الأشياء كثيرة، كيف ترى بأنه يفترض أن الإنسان لا يستسلم للأمر، وأنه يبدأ يعمل كل شيء خاصة في سن التقاعد يعني؟ نعم. يمكن نخرج شوي عن المورينجا. أنا عندي فلسفة كذا، أعتقد أنا أن الإنسان يمر ب5 مراحل. جميل. المرحلة الأولى تبدأ اللي هي مرحلة النشأة، هذه من الولادة إلى الوظيفة.
هذه يتحكم فيها ناس كثيرين، بالإضافة إلى جيناته وتربيته، يتحكم فيها أهله، يتحكم فيها المدرسة، المجتمع، إلى وصل سفينة على ما قال نجاة وصلته إلى أنه تخرج وتوظف. تبدأ المرحلة اللي بعدها مرحلة البناء. الإنسان لا توظف، الشاب لا توظف، المفروض يبدأ يبني للمرحلة اللي بعدها. يعني يمشي حاله، لكن يكون عنده وضع يفكر بالمستقبل، يعني ما هو بس ما كل ما جاء راح، لأنه عندك أولادك، عندك مستقبلك ومستقبل أولاد. فهذه المرحلة الثانية اللي هي مرحلة البناء. يبني له بيت، يعمل عشان يستقر نفسيا لا كبر. لأنه المرحلة الجاية هي مرحلة الاستمتاع. إذا ما تبني صح ما حتستمتع. هذه تبدأ بعد التقاعد. وهذه بعد التقاعد تبدأ الآن أنت يعني زمامك بيدك. أنت اللي الآن خلاص الوظيفة وبنيت والحمد لله اللي وصلت له. تبدأ الآن تستمتع في الحياة. عشان تستمتع في الحياة أنا رأيي هذه مرحلة الاستمتاع تجي، يعني طبعا بعد البناء تجي الاستمتاع. علشان تستمتع أنا كنت في وقت من الأوقات أعتقد أنه أنت انبسط وابسط اللي حولك. دائما حاول يكون مبدأ كذا، لكن وصلت إلى قناعة الآن أن لا، ابسط اللي حولك قبل عشان تنبسط. يخلق لك الجو، لأنه جزء من سعادتك هي ردة فعل اللي حولك، انهم يكون قابلينك، انهم كانوا مستفيدين منك. فهذه مهمه جدا. ما شاء الله عليك، يعني دائما ما تصنع السعاده للاخرين، وان شاء الله ارجو ذلك. ترى هذا مربوط بالمورينجا. ارجو ذلك. انا والله هذا المورينجا نعتبرها في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ان شاء الله يعني. جميل. فبعد كذا تجي مرحله اللي هي ما بعد التقاعد، انك توصل الى مقعد. لما يصير أنت ما تقدر يعني كل أمورك تقوم فيها بنفسك، لازم الآن تبدأ إذا عندك شيء تبدأ توثقه. وسلطان الحقيقة اليوم يعني صار فيه كبسولات مارينجا. يعني هل الكبسولات تغني عن الطبيعة اللي احنا شفناها؟ طيب شوف تفضل. الحين هذه علبة، تمام؟ صحيح. خلي أشوف كم فيها. أظن والله ما نمت. هذه فيها 180 جرام. نعم. أعتقد سعرها ما يوصل 40 ريال. هذه البذور؟ لا، هذه الورق. إيه الورق. هذه مثلها ممكن تجيك من أمريكا، حقها $200. أنت تأخذ هنا ب 40 ريال فريش يعني. ومن هنا طيب. حنا نبي ننتج كبسولات، على وشك تنزل كبسولات، لكن في ناس مثلا ما يقدر يشيل، ظروفه ما تسمح له انه يشيل مثلا العلب ويقعد يخلط، وهذا يبغى كبسولة تصلح لهذولا. لكن الإنسان اللي يقدر ياخذ من العلبة في بيته وفي محله أفضل وأرخص وأحسن. مثلها مثلا عندنا حنا مثلا العسل حنا ننتج بها الصيغة هذه، تمام؟ تاخذ ملعقة وتحط ومدري إيش. لكن في ناس ما يقدر. مثلا وش سوينا؟ طلعنا إنه يجيك العسل بملعقة. يعني الملعقة الحين موجودة. هذه الملعقة فيها عسل. هذه ياخذها مثلا اللي يركبون دراجات وبحاجة إلى طاقة رياضيين مثلا. يحطها بأي محل على طول. مثلا اللي عندهم سكر بالسيارة يحطها بالسيارة، تحطها بأي مكان. متى ما تحتاج السكر تأخذ. هذه مهمة جدا. فهذا طبعا ممتاز بالبيت بأي محل. لكن هذه الآن لها مستخدمين. هذه أهم دكتور، لأنه هذه في ناس ينخفض عنده السكر هو بالسيارة بالضبط يعني، أو خارج البيت بالضبط. هذه ناحية. الناحية الثانية مثلا حنا أول كنا ننتج الشاي بالشكل هذا. أيوة. يعني هذا الشاي. ننتج الشاي بالشكل هذا. لكن الناس ترغب هذه الأشياء. اللبتون هذه الآن ننتج نفس الشيء هذا. بس هذا الآن يجي مثلا مغلف بطريقة يعني نظافة وكل حاجة. ما يعني هذه مثلا عرضة أنك تعرض للغبار أو حاجة زي كذا. بينما هذه الآن الحاجة الثانية اللي هي أنا أركز عليها كثير يعني اللي هي البذور. يمكن هذه أنا دائما أقول بذور. هذه الثمر هذه. هذه يعني هذه من المنتجات اللي وجدنا فيها. يعني طبعا حنا على فكرة على حد علمي. على حد علمي لها التاريخ هذا. ما في أحد مرخص من الغذاء والدواء إلا شركة. جميل ما شاء الله.
حنا كل شيء ننتجه لازم يكون متابع المواصفات الغذاء والدواء المملكة ودول الخليج. ما شيء جميل ما شاء الله. هذا لما حنا فكرنا بالمنتج هذا أرسلنا، طلعت في حاجات صراحة يعني مذهلة بالنسبة للقيمة الغذائية، البروتين بالذات البروتين. يعني مثلا أنا أعرف في شباب كثيرين يأخذون مكملات عشان العضلات وكمال الأجسام، هذه للرياضيين وللناس اللي هذه فظيعة جدا، لأنه البروتين فيها عالي جدا. يا سلام يا سلام. هذه تصلح للرياضيين معناته، هذه تصلح أو اللي يدخلون يعني هذه تعطي طاقة هذه. فعلى أي حال نرجع مرة ثانية، المنتج على حسب الاستخدام. دكتور عبد العزيز، يعني خلينا نسأل أيضا، يمكن الآن المشاهدين يحبون يستفيدون أكثر. أنا من خلال إعدادي للحلقة هذه وجدت أنه والله في محاذير استخدام المرنجة للمرأة الحامل والمرضعة. كيف ترى هذا الجانب من خلال دراسات؟ شوف، في الفلبينيين من أكثر الناس معرفة للمورينجا ومن أكثر الناس استخدام، إلى حد يقولون نعم أنا قرأتها يقول لك في هاواي إذا مريت من عند البيت اللي تشوف فيه شجرة مورينجا أعرف إن فيه فلبيني أو فلبيني. الفلبينيين يسمونه صديقة الأم، يسمون الشجرة صديقة الأم لأنها تدر الحليب وتنفع الجنين في بطنها. معناته هذا ينافي عكس تماما. لكن أنا أعرف أنه كثيرين من الأطباء عندنا أو الناس اللي يعني ممكن شعبيين أو أطباء متعلمين، كثيرين منهم يأخذونها مثلا يقول لك فيها مغنيسيوم ما هو زين للحامل خلاص معنا، بس ما يدري كيف تشتغل بالدم، كيف تشتغل بالجسم. صحيح. يعني إذا الجسم ما هو بحاجة المغنيسيوم ما يروح المغنيسيوم، يروح مع الفضلات. صحيح. فيعني هو أهم شيء شفتهم أنا مثلا يقول لك بروتين هذه لازم تسبب نقرس، هذه ما هي زينة للكلى، ما هي زينة. ما يجوز الكلام هذا. ليش؟ لأنه يأثم الإنسان. لا تستعجل. صحيح. لا تجي أنت المسألة الآن حنا عشان مثلا أنا أذكر من الناس اللي يتعمقون بالمورينجا، أنا ناس مدري عالجت واحد عالجت يا حبيبي أنت ما تعالج أحد، هذا من علاج. نعم. لازم أنت يعني تتقي الله فيما تقوله، لأنه الناس تصدق الناس اللي على التواصل الاجتماعي. ففي ناس يستعجلون، وأنا شفت كثيرين للأسف الشديد خالف تعرف. نعم. يجي واحد أنا شفته يدعي على شجرة يقول هذه تجيب عناكب وتجيب، يا أخي هذه معروفة أن من المادة حقتها من الأشياء اللي تستخدم في حفظ الأطعمة. يا سلام. يعني ما هي عكس شو اسمه. لكن إذا تعرضها مثلا لبيئة ما هي زينة تكتسب من البيئة. لا، وفي بعض المزارعين يقول تضر الأشجار اللي حولها. ما هو صحيح. أنا عندي تجربة والله يا طويل العمر، وسبق إني قلت لك أنا لما زرعت الزيتون أول ما بديت قلت لك بالزيتون، بعدين حطيت 4 شجر مورينجا حول كل شجرة زيتون. جميل. تمام. هذا الكلام من 7-8 سنوات. نعم. السنة هذه اللي فاتت، السنة اللي فاتت وصل عندي الزيتون إلى حد إني أقدر أطلع منه يعني كمية تكفي إني أعصره. ما شاء الله. فجمعنا الزيتون اللي عندنا. نعم. ودينا للمعصرة حقت الجمعيات اللي يشرف عليها سعد مهندس خالد الباتي الله يذكره بالخير نعم. ويسلمه، هو اللي يشرف عليها، هو رئيس الجمعية ورجل نشط في المواضيع هذه. خالد الباتع قال لي أنا شخصيا وهو موجود اسأله. نعم. قال الزيتون اللي عندكم جاب 17%، أعلى نسبة بحايل المتوسط بين 7 إلى 11%. ما شاء الله ما شاء الله. حنا جاب 17%. أنا ما عندي سبب، أنا الزيتون زي غيري أخذته شتلات من إسترا أو من مكان ثاني زي ما أخذوا الناس. أنا ما عندي خبرة يعني بالزراعة. صحيح. بس نشوف نسأل الناس. زي الزيتون اللي بمزرعة ثانية، عندنا مزرعة ثانية نفسه. ليش 17؟ ما في عندي سبب إلا وجود شجرة المورينجا، وأنا أدري أنها هي وتدية، هي ما تنتشر. دكتور عبد العزيز، برضو ما دام انك تحدثت عن شجرة المورينجا وفائدتها ايضا للاشجار اللي حولها مثل الزيتون وكذا، لكن هناك حقيقة سؤال يمكن هذا يفيد المزارعين. يعني الآن متى يتم تحديد فترة نضج الورق وجاهزيته ايضا للجني؟ هل على طول الشجرة؟ هل على عمرها؟ كيف ترى ذلك؟ والله شوف، طبعا بالنسبة للورق
الشجرة أنا لاحظت فيها صراحة ملاحظة، يعني الشجرة اللي بالزاعد غير اللي هنا. أها. القاعد اللي هي المنطقة الزراعية، المزرعة يعني أنا عندي هنا بالاستراحة هنا عندي زي تسمع أصوات احنا على فكرة نسجل هذه الحلقة في استراحة الدكتور عبد العزيز العبيدة، تسمعون صوت العصافير وكذا، وفيها أيضا أشجار المورينجا والمنتجات ما شاء الله. فالأشجار اللي هنا تختلف عن الأشجار اللي مثلا بالمزرعة، لكن احنا وش الاختلاف؟ طبيعة الشجرة أنا والله ما أدري بالضبط. يمكن هناك فيها الهواء، يمكن يعني أحيانا اختلاف ملحوظ. فالآن الحمد لله يعني في وقت معين أنت تشوف المزارع يعني يشوف الورق اللي عنده. صحيح. ويكتفوا في الوقت اللي يعني لكن ما له عمر يعني زمني معين أو طول. لا احنا بالنسبة بحايل عندنا الخضار والازهار حوالي 8 شهور. 8 شهور. يعني يمكن لا شد البرد مرة احنا بفبراير نقصها. نعم. ويمكن فبراير ابريل كذا تطلع. سبحان الله. تطلع بسرعة يعني لو تشوفها تطلع 3 متر يمكن بالسنة. ما شاء الله. تعتمد على المكان اللي هي فيه. وانت دائما بالذات اللي بالبيوت واللي يبون يستفيدون منها لازم كل سنة لا شفتها بدأت تنثر ورقها وهذا قصها على اساس انه يطلع شجر جديد. بعدين في ناس يشتكون منها يقولون هذه يعني تنثر ورق او حاجه زي كذا. انا استغرب ليش اصلا تخليها تنثر؟ ليش ما تستفيد منها؟ ليش ما شيلها الورق؟ لا شفت ورق وهذا نشفه واستخدم، ليش تخليه يصفر؟ احسنت. هذه مهمه جدا. المارينجا في كثير من الاقوال يسمونها علاج الاصحاء. نعم. لتحسين الصحه. صحيح. يعني هذه مقوله الحقيقه يعني صحيح شامله يعني. صحيح. يعني يستخدمها الانسان الصحيح اللي ما يشتكي من شيء لتحسين صحته. معناته انها فعلا هي بالضبط. هي علاج الاصحاء. وهذه يعني مقوله مؤكده يعني. ما هو لازم تكون مريض عشان تاخذ مورينجا. احسنت. خذ مورينجا لانه دائما الانسان بحاجه الى رفع مناعته، دائما بحاجه الى انه يعني الاجهزه اللي في الجسم حقه. يعني احنا كل مشكلتنا مع الشيء اللي ندخله كيف نطلعه. صحيح. فعشان نطلعه في اجهزه. الجلد هو اكبر نظام في جسمنا يتخلص من الفضلات. الجلد له حاجات طاقه يمشي عليها لا بد تعطيه اياها موجوده يمكن بالمورينجا. فحنا دكتور جابر القرني ايضا دكتور عبد العزيز، دكتور جابر القحطاني المعروف عفوا دكتور جابر القحطاني يسميها مثل ما ذكرت انها شجره معجزه، ويقول لها دور كبير جدا في الجهاز الهضمي. صحيح. لانك انت قلت بالاكل كيف يعني. صحيح. الجهاز الهضمي يعني يعتبرها الحقيقه، وخاصه الزيت يعني. نعم صحيح. ركز على الزيت كثير يعني. صحيح. أنا شفت له حقيقه لقاء. صحيح. كيف ترد على والله أنا أعتقد أنه الزيت هو ملك المنتجات. مشكلة الزيت أنه غالي. ليش الزيت غالي؟ أنا أقول لك ليش الزيت غالي. الزيت غالي لأنه حنا علشان نطلع كيلو زيت نحتاج إلى 5 إلى 7 كيلو بذور. البذور الكيلو حقها لا يقل عن 50 ريال. أيوة. وأنا أول ما بديت شريت الكيلو ب 400 ريال. اي نعم. قبل ما تزرع يوم زرعت انا جبت بذور من يعني مختلف مناطق المملكه وشرب ب 400 ريال. فانت لما تيجي اصلا تبغى تطلع كيلو زيت مثلا يبغى لك 350 ريال اقل شيء. هذا حق مواد خام. فالناس يعني تعرف ما هو كل واحد يقدر، لكن اللي يقدر انا اعتقد انه لازم الرجل المقتدر يقدر لازم ياخذ. كم عندك من شجره الان في المزرعه؟ والله انا اعتقد عندي شجر اتوقع فوق مورينجا بالذات. مورينجا طبعا. كم؟ اتوقع فوق ال70. 70,000. لانه عندنا احنا بالبيوت المحميه عندنا بيوت محميه مليانه شجر وحوالي 20,000 او اكثر هذه اللي بالارض. ما شاء الله.
فيعني لانه تطلع بسهوله وبسرعه. وحنا برضو ترى يعني عندنا مبادرات. اول ما سوينا شو اسمه هذه ورشه العمل، حنا قلنا شجره لكل بيت. جميل. وفتحنا المزرعه، اللي يبغى يجي ياخذ، ولا زلنا الى الان. الحاجه الثانيه مثلا عندنا بالقاعد المكان اللي فيها المزرعه زرعنا ممر واحد من الممرات طوله 900 وشوي، حوالي كيلو. ما شاء الله. زرعنا فيه أكثر من 800 شجرة. ما شاء الله. لأنه تعرف في حاجة هذه نسيت أقولها أنا، ضروري برضو يعني يتفهمونها الناس. المورينجا تنقي الهواء 21 مرة أفضل من أي شجرة ثانية. هذا بحث علمي. تنقي الهواء يعني معناته لو كان عندك مزرعة أنت هنا تتنفس بالضبط. غير ولا عشان كذا احنا نحطها بالمماشي حقة الرياضيين. والحقيقة يعني أنا برضو هنا أسجل حاجة. أمين حايل المهندس سلطان الزايدي مهتم جدا بالشجر. يا سلام. وحتى أنا يعني رحت له مرة وزرته ووجه، قال لا تزرعوا شيء إلا مع مورينجا. نوجه التحية يعني الصراحة يعني أمين منطقة يستاهل حقيقة الإشادة، لأنه بالفعل يعني حول المنطقة إلى مشهد جمالي وحضري. يعني أنا أتكلم بالمورينجا، قلت له أنا المبادرة هذه، وأنا عنده اتصل بمدير شو اسمه رئيس بلدية الخطة. ورحت وقابلته خلال أيام كنا زارعين. ما شاء الله. والحمد لله الآن إذا تدخل على مدخل الخطة شفع على يمينك. بعدين ما يحتاج لها مثلا حوض. أنت إذا عندك شجرة حط بذور معها بس. ممتاز. دكتور عبد العزيز، أكيد النحالين الآن ينتظرون منا سؤال لأنه يهمهم هذا الموضوع. عسل المورينجا لكي يكون نقي جدا ومورينجا صافي لابد أن تكون المزرعة مزهرة مورينجا. متى فعلا تحصل على عسل نقي؟ أوكي. وأنا أبغى أصيغ سؤالك بصيغة ثانية. تفضل. وش اللي يخليك تدعي إنه أنت تقدم عسل مورينجا؟ مثلا ما هو مخلوط. نعم. أول شيء عسل مورينجا هذا قوامه. هذا هو، هذا شكله يعني إذا يبين بالكاميرا. هذا شكله. على صفار وأحيانا يتبلور، وهذا قصة ثانية. حنا أول شيء بالنسبة للمزرعة عندنا ما نحط الخلايا إلا إذا أزهرت المورينجا. المناحل خلايا النحل. ما نحطها إلا إذا أزهرت المورينجا. نعم. ثانيا أنا في وقت إزهار المورينجا ما عندي أي زهرة ثانية. الحاجة الأهم من هذه كلها إن النحل يحب زهرة المورينجا. جاذبة رائحة. سبحان الله. في قصة ثانية بعد لازم أقولها، ضروري أقولها. أنا عندي الاستراحة هنا زرعت المورينجا وكبرت أشجارها. قبل سنة أو سنتين جانا جراد. نعم. جانا جراد، جاء لبدة هنا جراد غريب. أنا أول مرة أشوفه. نعم. أنا صراحة يعني زي ما يقولوا كذا أشوف الجراد يعني زي اللي زملت، عارف؟ الحين يبي يجرد لي هالحديقة ومدري شو. والله العظيم وصورته. بس للأسف مو عندي المقطع. إن الجراد تجمع على شجرة المورينجا. يعني معناته له رائحة. يعني تجمع أكلها، وأنا أقول له صحتين وعافية. تدري ليش؟ لأنه أصلا هي مرتفعة ولا حستفيد منها بالأساس يعني. وفرحت إنه جاء على شجرة المورينجا ما قرب ولا شجرة. سبحان الله. هذا أنا يعني معناته خاصية النحل عندها نفس الخاصية. النحل يحب زهرة المورينجا. جميل. يحب زهرة المورينجا فيتجمع عليها. وأنا حتى بالقاعدة الحين أنا يقولوا لي ناس، طبعا من والله ما شفت بنفسي، يقولون حتى جيرانك يدعون لك لأنه صار نحلهم يرعى عندي. هذا أبرك ساعة. نحلهم يرعى عندك معناتهم جايين من زهور أخرى، معناته مخلوط عسل. بس ما يجي يعني هم يعني يمكن تعرف النحل يرجع لخليته. فهم يجون يمكن يصير الزهرة يعني عندهم زهور أخرى. العسل اللي عندهم يمكن مختلط أو حاجة زي كذا. بس الشيء اللي مثلا أنا برضو حصل إنه واحد جاب عربية هذه حقة النحال متنقلة هذه وحطها جنب المزرعة. قلنا يا أخي ما يصير كذا. طبعا يعني إحنا قاعدين نحاول جهدنا إنه نطلع شيء نقي وهذا، لكن يعني تمر. لكن هذا السبب إنه إحنا وقت الإزهار نضع جميل.
لك الحقيقة دراسات مستقبلية الآن بالنسبة للمارينجا. أنا الحقيقة أشوف لك الآن كتاب الحقيقة اللي هو دبليو فيتشر، هذا العالم الكندي. نعم. ترجمت حتى كتابه الحقيقة. نعم. فكيف وجدت محتوى والله الكتاب؟ شوف، هذا هوارد فيشر من أشهر الناس اللي بحثوا في المورينجا. جميل. وأنا يعني كندي. هو أكثر واحد أقنعني. هو عالم كندي متخصص في محاربة الشيخوخة ورفع المناعة. جميل. وله أشرطة أنصح كل الناس تسمعها، بالذات اللي يعني يفهمون، يعني يتكلمون الإنجليزي أو يفهمون اللغة الإنجليزية. فأنا الكتاب حقه هذا الكتاب من أشهر الكتب، ويقول يعني هل هي سحر، أسطورة ولا معجزة؟ هو يجاوب على السؤال. ويجاوب بطريقة علمية. وأصلا 3/4 الكتاب مراجع. يعني في ناس يقولون ما فيها مراجع، ما فيها بحوث. 3/4 الكتاب مراجع. وأنا أدري إنه يعني البحث في المورينجا نشط جدا في ألمانيا وفي كبر الجامعات زي هارفارد وزي الجامعات الثانية هذه. فهاورد فيشر طبعا كتابه هذا من زمان كان في حاولوا ناس انهم يترجمونه. انا تواصلت معه عن طريق اللي هو سعيد حزني والله يذكره بالخير. تواصلت معه في كندا واخذت حقوق ترجمة كتابه ما شاء الله. ويعني عرضت الموضوع على المهندس عبد الله الرخيص الله يذكره بالخير ويعافيه. واشتركت انا وياه بالاشراف وليس الترجمة. هذا يعني في مترجمين ترجموه. نعم. احنا اشرفنا على الترجمه ومراجعته. انا والمهندس عبد الله الرخيص. نعم. هذا الكتاب مهدى للجمعيه، جمعيه المورينجا في حائل. احنا عندنا جمعيه للمورينجا في حائل. هذا حيصير ان شاء الله نشاط ما شاء الله. جمعيه ما في شك. هو الجمعيه انا رئيس مجلس ادارتها. يعني الكتاب هذا جاء تمويل برضه من صندوق العالية للتنمية. نعم. وأيضا دعمنا اللي هو راعي رسمي، يعني كراعي رسمي. نعم. دكتور عبد العزيز، الحقيقة يبدو أن وقتنا شارف ولا حد عندك ما شاء الله يعني ثراء جميل جدا في عن المورينجا، ولكن وقت البودكاست شوي. نريد الحقيقة في آخر محور، ما هي الحقيقة النصائح التي تقدمها لمن يريد أن يزرع المورينجا؟ وإذا كان لك إضافة على موضوع الكتاب في أخيرة تفضل. أول شيء بالنسبة للمورينجا، أنا تكلمت أنه عندنا جمعية تعاونية للمورينجا ناشئة، لكن الحمد لله قامت بخطوات كبيرة من ضمنها اللي هو الكتاب هذا. وحنا الحقيقة يعني ورشة العمل اللي سويناها ولقت صدى كبير كان بدعم كبير من الشيخ محمد الجميعة الله يذكره بالخير. وحنا يعني هو دائما للخير. جمعية المورينجا الحقيقة جمعية حائل. نعم، الحائل الوحيدة بالمملكة. الوحيدة في المملكة. نعم. وأنت رئيس مجلس إدارتها. نعم. لها نشاط الحقيقة جميل جدا. إن شاء الله. عمل وآخر إحنا سوينا ورشة العمل، وإحنا إن شاء الله يعني في سعي فيها ناس كثيرين يعني الحمد لله لهم باع طويلة في الجمعيات. جميل. وأتمنى إن شاء الله أنه يكون فيها فائدة يعني سواء للمجتمع أو للمساهمين. جميل. هذا اللي نسعى له. بالنسبة للزراعة للمزارع. شوف المورينجا سهل زراعة. جميل. لكن الكلفة في الاستفادة منها. إذا على المستوى التجاري إحنا إلى الآن ما حصلنا أرباح. رغم ارتفاع صيتنا ما حصلنا. ليش؟ لأنه لازم تضع، لأنه القطف يدوي، المعالج، أشياء زي كذا. لكن مثلا إذا أنت تبغى مثلا تبيع منتجاتك ورق أو حاجة زي كذا بدون معالجة، بدون ما تروح للبودرة وتروح مدري إيش وهذه ممكن. لكن برضو أنا يعني أتمنى أنه كل بيت يزرعها سواء بحايل أو برا حايل. وحنا نقدم لكل شخص يجي للمزرعة يجي وياخذ إلى 3 شتلات ما شاء الله. إلى 3 شتلات يعني متر مترين. وبرضه من الأشياء اللي نسويها أي طلب على طبعا احنا منتجاتنا كلها على الالكتروني، متجر الكتروني، ما في مخارج بيع. دائما نرسل بذور مع الطلب.
عشان تزرع هذه، خذها وازرع، تشجع الناس للزراعة. وعندنا برضه اللي هو يعني عندنا الموقع حقنا نعلمك شلون تزرعها، نعلمك شلون تطبيق، يعني مصورين مقاطع كيف تزرعها وكيف تستفيد منها وكل الأمور هذه. وهذه الحقيقة يعني ما في شك يعني دور اجتماعي كبير جدا تمتع فيه الدكتور عبد العزيز العبيدة. شكرا من القلب دكتور عبد العزيز على هذا الثراء الجميل لهذه الحلقة حول الشجرة المعجزة، شجرة المورينغا. شكرا دكتور عبد العزيز العبيدة، شكرا لمتابعتكم.